النهارده وانا جايه من شغلي، وزي ما كتير من حضراتكم عارفين انا في اسكندريه، فبعدي على الجداريه اللي في مصطفى كامل. فوجئت ان حد مواطن داخل يعمل بيبي على الجداريه. يعني حضرتك مش بس بتعمل بيبي في الشارع، لا ده انت بتعمل بيبي على البحر، وكمان بتعمل بيبي على الجداريه بتاعت مصطفى كامل. وفي الاخر يرجع يشتكي ويقول لك فلوسنا بتتسرق. على فكرة حضرتك كده بتسرق فلوسي وفلوسك وبتشوه المنظر. أنا معاك، اتزنقت، عندك السكر، عندك مشكلة ما، اعمل بيبي في الكافيهات. ده حضرتك لو عديت الشارع في مليون كافيه ومليون قهوة، ادخل أي قهوة اعمل فيها بيبي. يا جماعة الناس طلعت القمر واحنا لسه بنعمل بيبي في الشارع، ومش بس في الشارع، على الجدارية. حضرتك عارف الجدارية دي متكلفة قد ايه مجهود ووقت وفلوس؟ حضرتك مش بس بتشوه جدارية، مش بس بتشوه الجمال، حضرتك بتعمل بيبي على البحر، على البحر. يعني حضرتك مش خايف من الفضيحة؟ يا سيدي الفاضل، ده اسمه فعل فاضح في الطريق العام. حضرتك تقبل ان حد يجي يعمل لك بيبي في الصالة ويقول لك اصل انا تعبان وعندي السكر؟ ما انت عندك حمام، ما يدخل يعمل في الحمام. ما البلد مليانة قهاوي، مليانه كافيهات، ده كافيه لكل مواطن يا جماعه. في ايه؟ حضرتك لو عديت الشارع الناحيه التانيه ما في كذا كافيه، في كذا قهوه، ادخل اعمل بيبي في اي واحده فيهم. حضرتك مش واخد بالك انك بتفضح نفسك واقف على البحر تعمل بيبي؟ ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. مهما كنت مريض او مزنوق ادخل اعمل بيبي في اي قهوه. ده انت بينك وبين الكافيه يعني مفيش ثواني، هتعدي الشارع في النص تحت الكوبري في كافيهات. يا جماعه ارجوكوا حافظوا على المال العام. المال العام ده فلوسي وفلوسكو وفلوسنا كلنا. لو حضرتك تقبل ان حد يدخل عندك يعمل بيبي على حيطة اوضه النوم، ابقى اعمل بيبي في الشارع. لو حضرتك تقبل ان حد يدخل يعمل لك بيبي في النيش اللي انت دافع فيه دم قلبك، ابقى اعمل بيبي في الجدارية. مش كده يا جماعة؟ الناس طلعت القمر واحنا لسه بنعمل بيبي في الشارع. ارحمونا بقى يرحمكم الله.